أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا لا انقطاع له إلا رضاه، وبعد الرضا الحمد لله على نعمة الولاية. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار عليهم السلام، ثم الصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، حبيب قلوب المؤمنين الصادقين المخلصين، المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات لمقام ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، بمناسبة ذكرى عيد الغدير وإشهار تنصيب ولينا وولي نعمتنا الإمام أمير المؤمنين وليا وإماما وخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وللأمة الإسلامية والمراجع العظام والعلماء الكرام بهذه المناسبة العظيمة العطرة، أعادها الله علينا وعليكم بحال أحسن من هذا الحال، ومع صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه المناسبة العظيمة ليست كأي مناسبة من المناسبات الدينية الأخرى، إنما هي مناسبة عظيمة ولها الأساس العظيم في تثبيت قواعد الإسلام والإيمان المحمدي الأصيل، ولأنها تحمل هذا الطابع الكبير لامتداد الرسالة المحمدية واستمرار هذه القيم والمبادئ الإسلامية الذي يعبر عنها القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه المعنى العظيم لتثبيت هذا الميثاق للولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حينما أعلن النبي صلى الله عليه وآله في يوم عيد يوم الغدير الأغر الأعظم الأكبر أعظم الأعياد، حينها أعلن ذلك الإعلان العظيم في تثبيت هذه الولاية وإظهار هذه الولاية. كانت ولاية عظمى أولا لإظهار ولاية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ألست أولى منكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. فأنا إظهار لولاية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه الولاية العظمى من جهة، وإظهار للولاية العظمى لأمير المؤمنين كإماما ووليا لامتداد هذه الولاية العظمى للنبي صلى الله عليه وآله، التي هي عين الامتداد للولاية العظمى لله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الامتداد العظيم، هذه الفلسفة لهذا العيد العظيم ليست أمرا طبيعيا واعتياديا، إنما يحمل ما يحمل في جنباته من القيم من المبادئ. هذا المبدأ تركيزا على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولاية أهل البيت صلوات الله عليه. هذا الميراث العظيم الإلهي
من الله سبحانه وتعالى. هذا ميراثا للأمة، وكان ينبغي للأمة أن تحفظ هذا الميراث العظيم، فإن بحفظها لهذا الميراث، ميراث الولاية وعيد الولاية وميراث أهل البيت صلوات الله عليهم وميراث هذا الكتاب العظيم وأيضا ماذا ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم، حفظا للكتاب وحفظا للعترة وحفظا للدين والمبادئ والقيم من خلال هذه الولاية العظمى والكبرى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا مبدأ عظيم لاستمرار هذه الرسالة رسالة لم تكن هي من قبيل رسالة بقية الأنبياء أنها إنما هي ماذا لبرهة من الزمن، إنما هذه الرسالة العظمى لآخر نفس في هذه الحياة العظمى. فكانت هذه الرسالة رسالة ماذا خاتمة الرسالات، وكان النبي محمد خاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولأنها كتب لأنها ماذا خاتمة الرسالات وخاتمة النبوات، لا بد أن يكون هنالك استمرارا وحفاظا لاستمرار ماذا هذه الرسالة العظمى. فكيف يمكن أن تكون؟ فكانت بتنصيب علي بن أبي طالب عليهما السلام وعلى آلهما أفضل صلوات المصلين لإشهار هذا التنصيب للولاية لعلي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا ليس أمرا طبيعيا وليست مناسبة اعتيادية تمر كمرور الكرام، لأنها ماذا تمثل مشروعا إلهيا عظيما. هذا المشروع الإلهي الكبير إنما هو ماذا امتدادا لهذه الرسالة، وهذا المشروع الكبير يمتد للأئمة صلوات الله عليهم حتى يظهر قائمهم الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فيكمل ذلك المشروع العظيم الإلهي الكبير في أن ماذا؟ في أن يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن هي امتداد عظيم، ليس امتدادا طبيعيا اعتياديا، وليست هي أي مناسبة من المناسبات العظيمة. ولذا كان الله سبحانه وتعالى في آية 67 من سورة المائدة هنا لهجة الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله قبلها تنصيبي، قبل إشهار هذا التنصيب لعلي في الولاية كانت لهجة جدا قوية في الخطاب، لم يخاطب بها كما خاطب بها هذه الحالة. فيقول إن الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني حقيقة هذه الرسالة، هذه المتاعب، هذه الرسالة يا رسول الله التي قلت عنها ما أودي نبي بمثل ما أوديت، لعل إلى هذه الدرجة يقول هذه الرسالة، هذا التعب، هذا الجهد العظيم والجهد الجهيد العظيم، هذا في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة كأنك لم تؤدي هذه الرسالة. ماذا يعني؟ يعني تذهب الرسالة أدراج الرياح حينما يأتي مثل أولئك الذين ماذا؟ لا يفقهون شيئا من الدين ومن الشريعة، ولا يفقهون ماذا؟ ولا يحيطون بمعالم الدين، لعل فبالتالي ماذا؟ يلعب بها من يلعب، كما لعبت بني أمية وكما لعبت بني العباس. لكن هذا اليوم كان ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ يأسا في قلوبهم، كان يأسا عظيما في قلوبهم. ولذلك قال: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم أي يوم؟ هو ذلك اليوم الذي ماذا؟ نصب فيه وأشهر فيه ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذلك قال: هذا اليوم الذي يئس منهم. ما هو هذا اليوم؟ يعني هنالك تبري من أولئك، هنالك إحباط لتلك المؤامرات التي يمكن أن تساق على الدين وعلى القيم وعلى الرسول. أفإن ماتوا أو فإن متوا ماذا؟ أفإن ماتوا
أو قتلت ماذا؟ انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذه الآن إحباطا لهذه المؤامرة العظيمة على الدين وعلى المبادئ والقيم بإظهار ماذا؟ هذه الولاية. فكان امتدادا عظيما ليس أمرا اعتياديا. ولذلك يقول النبي، الله يقول للنبي: إذا أنت لم تبلغ هذه الرسالة، إذا لم تكن هنالك، إذا كان عندك خوفا من أولئك المنافقين، من أولئك المرجفين، لأن يقولوا أن هذا ماذا نصب ابن عمه، وأنه هذه قضية شخصية، كما قال بعضهم ماذا: لا يمكن أن تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد من قريش. هذا كان الفكر الموجود هنا. هذا عملية إحباطا وترغيما للشيطان. فإذا هنالك معسكران. هذه يوم العيد الغدير أصبح مفصليا بين هذا الأمر. هنالك من يكون ضمن الطاعة والانقياد للولاية العظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيسلم تلقائيا للولاية العظمى لعلي كإماما ووليا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد. صل على محمد. ولذلك قال له هذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل ما بلغت رسالته، والله يعصمك. لا تخاف، العصمة بيدنا ونحن الذين نتحكم في الأمور. فسيبقى هذا الدين، بس لا بد أن تثبت هذه القاعدة وهذه الركيزة الإلهية الولائية العظيمة في تنصيب علي سلام الله عليه وإبلاغه. ولذلك نزلت بعد ذلك هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. بعدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن معنى الغدير وما يعنيه الغدير شيئا كبيرا جدا. ماذا يعني لنا الغدير؟ ماذا يعني يوم عيد الغدير؟ يعني الولاية العظمى للنبي، ومن بعده الإمام علي سلام الله عليه بن أبي طالب: ألست أولى منكم من أنفسكم؟ بين هنا، ثم بعد ذلك بين ماذا؟ أخذ بيد علي بن أبي طالب. قالوا بلى. فأخذ بيد علي بن أبي طالب ورفعها إلى السماء حتى بان بياض إبطيهما، فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأذر الحق معه حيثما دار. بين هذه الحقيقة العظمى في هذه الولاية في تنصيب علي سلام الله عليه. الغدير يعني يوم الغدير يعني تثبيت الحاكمية للإسلام المحمدي الأصيل. ولا يمكن أن يثبت وتثبت الحاكمية للإسلام المحمدي الأصيل إلا بإرساء وتركيز وتعميد وتوثيق وتعمير ماذا؟ ركيزة الولاية لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هنا هذا بالتسليم الطاعة والإذعان: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في هذه الطاعة والحاكمية. إذن حاكمية الولاية أيضا في يوم الغدير يعني بروز وإظهار حاكمية الولي الإلهي علي بن أبي طالب كإماما ووليا، ووجوب الطاعة والانقياد والإذعان لكل أوامره، لأن أوامره هي أوامر النبي، وأوامر النبي هي أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا امتداد، هذه قضية طولية في قضية الولاية. لاحظوا. فإذا هذا يوم العيد الغدير هذا معنى من المعاني، هذا معنى الذي يعنيه أيضا يوم الغدير، وهذا ينبغي أن نتعرف عليه، وهذا ينبغي أن نعيش حال العقائدية والعقدية، يعيش أبناءنا أيضا وأشبالنا وشباننا هذه المعاني العظيمة في يوم الغدير. يوم الغدير ليست بس هي أهازيج. نعم نحن نفرح، نعم هنالك أهازيج، لا بد أن نظهر هذه الفرحة شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الإلهية في قضية الولاية، وأن نشكر الله إذ جعلنا من المتمسكين بولايته. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايته.
ولاية الأئمة من آله صلوات الله. هذه نعمة كبرى فتحتاج إلى شكر. إظهار شيئا من الشكر في حق هذه الولاية هي هذا الاحتفال البسيط المبسط الذي الآن قد البعض، لا أقول الموجود، قد البعض أيضا هنالك يشمئز طال الوقت وقصر الوقت ولا يعلم أن ذكر علي بن أبي طالب عبادة، وما ذكر علي بن أبي طالب في محفل إلا وحفت به الملائكة تستغفر لمن فيه. فصلوا على محمد ثم صل على محمد وآل محمد. إذن هذه عيد الغدير معناه ماذا؟ يعني لنا عيد الغدير يوم الغدير تميز أيضا، تميز هنالك معسكر الحق من معسكر الباطل، تميز أيضا ماذا؟ الخبيث من الطيب هنالك من خلال ماذا؟ من خلال يوم الغدير. ولذلك يقول علي مع الحق والحق مع علي. هذا الذهبي في الاعتدال هو الذي يقول ويقر بهذه الرواية بأنها ماذا؟ بأنها ماذا؟ من أيضا بشهادة تصحيح ماذا؟ الصحيحين أو الشيخين. لاحظوا معي. فإذا هو يقول علي مع الحق والحق مع علي. إذا ثبت هنالك أن المعسكر الذي مع علي هو عين الحق وعين الصواب وعين المبدأ والقيم الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. هذا الذي يوصلك إلى النور الإلهي هو نور علي وهداية علي من خلال علي بن أبي طالب. الذهبي يقول علي مع الحق الحق مع علي. إذا كان علي مع الحق والحق مع علي، وإذا كان أيضا يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، ويقر بهذه الآن ويقول ماذا؟ على شرط الشيخين في هذا المعنى. يعني ماذا يعني معنى أن القرآن لا يمكن أن يفترق عن علي بن أبي طالب لحظة من اللحظات، بل ولا آن من الآنات ينفصل عن علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب هو عين القرآن مجسدا فيه القرآن بكل أبعاده، هو علي بن أبي طالب. إذا كان علي القرآن يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه، فإن علي بن أبي طالب لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وهذا تصريح بمعنى ماذا؟ للعصمة الكبرى لعلي بن أبي طالب، يعلم أو لا يعلم. لاحظوا إلى بقية الأمور التي ليس نحن بصددها كثيرا، فقط من باب الإشارة. لاحظوا إذن هذا المعنى أيضا يذكره تجديد أيضا هذا اليوم العيد الغدير، يعني تجديد العهد والميثاق مع ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنتم تظنون على أنه لا ينظر إليكم ولا يرعاكم؟ لولا رعاية الإمام الحجة صلوات الله عليه لما كنت ولا ما كنت أنا معك، لساخت الأرض بأهلها. يحتاج أن نتوجه للإمام صلوات الله عليه بقلوبنا بصفائها هنا بأرواحنا، أن نتوجه لصاحب العصر والزمان ونعلن العهد والميثاق معه ونعايده ونواثقه أننا الآن ماذا؟ نضع يدنا بيدك ونأمل أن يوما من الأيام أن نلتقي ونعيش هذه الذكرى ونضع يدنا بيدك مكان يد جدك أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لأنها هي يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فصلوا على محمد وصل على محمد وآل محمد. ماذا يعني لنا الغدير؟ الغدير يعني إظهار الأخوة الإيمانية القائمة على المبادئ والقيم. تقرؤون الآن صافحتك في الله، أخيتك في الله، صافيتك في الله. هذا صفاء، هذا نقاء، هذا إظهار لهذه الحقيقة. انسى ما مضى واغفر لمن ما مضى، وافتح صفحة جديدا مع إخوتك، مع أزواجك، مع أهل بيتك، مع ماذا المؤمنين. افتح صفحة جديدة، اجعل قلبك أولا يعيش الأخوة الإيمانية، ثانيا يعيش الصفاء أيضا والنقاء ونقاء القلب، ثالثا صافحه قبل أن تصافحه بيدك
صافحه بقلبك، صافحه بروحك، صافحه بوجودك، صافحه بوجدانك. لاحظوا، عيش هذه القضية، هذه القضية يوم الغدير. يوم الغدير ليس هنالك اعتباط. لاحظوا هذا المعاني العظيمة من خلال روايات أهل البيت. حينما تقول مثلا اللهم اجعل، الحمد لله إذا التقى المؤمن مع أخيه المؤمن، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين. زي ما تقول ولاية أمير المؤمنين، ولاية أمير المؤمنين صفاء، ولاية المؤمنين نقاء، ولاية أمير المؤمنين أخوة إيمانية. ولاية أمير المؤمنين يعني الإيمان، يعني المبادئ، يعني القيم، يعني التكافل الاجتماعي، يعني التكافل الاجتماعي. وأيضا ماذا؟ هنالك التواصي بالحق والتواصي بالصبر، يعني عمل الصالحات، يعني العقيدة الإيمانية الإلهية لابد ما تحاول تجسدها. هذا معنى هذا المعنى الذي تذكره الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي والأئمة الأطهار. ليس اعتباطا. الغدير يعني ماذا؟ يعني العزة والكرامة، يعني العدالة والقسط ونبذ الجور والطغيان والفساد. الغدير يعني إرساء الفضائل، لأنك ماذا؟ علي بن أبي طالب كله فضائل، كله فضائل. هذا علي وكله ماذا؟ صفات عالية إلهية عظيمة. وهذه الصفات الربانية الإلهية هنا إذن لابد أن يكون الغدير هو إرساء لتلك الفضائل التي كانت عند علي فيك وفي أسرتك. وهنالك نعمل على إرساء هذه الفضائل وهذه الصفات الربانية، ونبذ الرذيل والرذائل بكل أبعادها وعلى كل مستوياتها. هذا معنى الغدير، هذا من معاني الغدير، مما نستوحيه من الغدير، بما يحتمل، بما يتحمل أيضا ما يحمل أمير المؤمنين عليه السلام من هذه الصفات وهذه الفضائل. إذن كيف هنالك نحافظ على هذه الفضائل؟ لابد ماذا؟ أن نعمل على ذلك. علي بن أبي طالب هذه الصفات، صفات المحبة، صفات العشق الإلهي تمثلت في علي بن أبي طالب. لماذا لا نعشق علي؟ وعلي كله حب، وعلي كله عشق، وعلي كله نور، وعلي كله صفاء، وعلي كله نقاء، وعلي كله علاقة ونور إلهيا متعلقا بالله سبحانه وتعالى. كيف لا نحب عليا؟ وعلي هو الذي ماذا؟ شيد النبي صلى الله عليه وآله به الإسلام وبسيفه الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. كيف لا نحب عليا؟ وكان قد ضحى بما ضحى حتى بنفسه لرسول الله. أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى حينما مات على الفراش. كيف لا نحب عليا وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وآله أنت الصراط المستقيم؟ كيف لا نحب علي بن أبي طالب ولا نعشق علي بن أبي طالب في صفاته في كل أبعاده صلوات الله وسلامه عليه؟ وكانت ضربة واحدة كانت تسوي ماذا؟ تعدل عمل الثقلين. وكان أيضا ماذا؟ بقاء الإسلام والإيمان. ألم يقل ذلك بالصريح ما عليه الشيعة والسنة في قضية ماذا؟ الخندق؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله برز الإسلام أو برز الإيمان كله إلى الشرك كله حينما برز لعمرو بن ود العامري؟ ألم يقل حينما قتل عمرو بن ود العامري، ألم يقل فيه النبي صلى الله عليه وآله إن ضربة علي لعمرو تعدل عمل الثقلين إلى يوم القيامة؟ كيف لا نحبه؟ كيف لا نعشقه؟ أي نفس طاهرة لا تعشقه ولا تحبه؟ إنما الذي خبث هو الذي ماذا؟ يخرجون كذا. نعم صحيح، ذلك هو الذي خبث، أصله هو الذي ماذا؟ يعادي علي بن أبي طالب. وأما الذي ماذا؟ طاب أصله وعلى فطرته الإلهية باق، فإنه حتما يعشق الكمال ويعشق الحب ويعشق ماذا؟ هذا الصفاء، ويعشق هذه الصفات الإلهية العظيمة. عيد الغدير أيضا هو ماذا؟ هو أيضا إظهار لمعرفة أيضا هنالك وإفساد إن صح التعبير يوم انتصار الإسلام
المحمدي الأصيل على الكفر وعلى النفاق وعلى الشرك كله. هنالك في يوم الغدير بهذا المعنى: اليوم يئس الذين كفروا جعل في ذلك من دينكم. لاحظوا، يوم الغدير هو يوم الوحدة الإيمانية والإسلامية بين جميع المسلمين. آخيتك صافيتك. ارجع إلى كلمات يوم الغدير ومستحبات يوم الغدير. يوم الغدير يوم العيد الأكبر لما تمثل فيه من ميثاق الولاية والإمامة لعلي بن أبي طالب عليهما السلام، حيث أعلن النبي صلى الله عليه وآله ذلك الإعلان. عيد الغدير، والغدير في الحقيقة هو الامتداد الإلهي للرسالة المحمدية الأصيلة، وضمانا لاستمرار القيادة الشرعية للأمة، يعني ثبت القيادة الإلهية الولائية. وهذا مهم في اتباع القيادة والولاية، يجب التزام بهذا المعنى والاتباع، وإلا لا يمكن أن تصل إلى مرادك، إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى من الولاية. عملية الولاية ليست أمرا هينا، والولاية هي امتداد لهذه النبوة. الإمام علي عليه السلام ليس مجرد قائدا سياسيا، بل هو حاملا للعلم الإلهي والمبادئ والقيم الإلهية والتشريعات الإلهية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي من بابها، كما هو في مستدرك على الصحيحين يذكر هذه الرواية ويؤكد عليها. الولاية ضمان لاستمرار هذه الرسالة، ولذلك قال النبي هنالك أيضا في الترمذي في سنن الترمذي، احفظ جيدا: لم آتي عن مدرسة أهل البيت، فإنما في مدرسة أهل البيت ملأ الخافقين. لعل ولا. وهنا يقول الولاية تعتبر ماذا؟ ضمانا لهذا الاستمرار رسالة النبي. قال النبي: إن عليا منه وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. سنن الترمذي الجزء الخامس 633. هذا الغدير، هذا علي بن أبي طالب. علي بن طالب إذن يوم الغدير إذن هو يوم الميثاق الإلهي، وأيضا بايعه على الأقل هنالك من كان موجود وسمع ما يقارب 120,000. لاحظوا 120,000 كانوا تقريبا، بعض الروايات 105 110 إلى 120. هؤلاء كلهم سمعوا كلام النبي في حق علي في غدير خم، ومنهم أولئك أيضا أبو بكر وعمر بن الخطاب الذي قال ماذا؟ بخ لك يا علي. لاحظوا ماذا يقول نص عبارته: بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا المستدرك على أيضا الصحيحين الجزء الثالث 109. إذن لم آتي بشيء من عندي، لم آتي بشيء من عندي. هذا أيضا ما يبي ليلة الغدير. ويوم الغدير أذكر لك روايات صغيرة أيضا من أهل البيت، ليس لي بد من آتي من ذكر أهل البيت صلوات الله عليهم، وهي ختامها مسك إن شاء الله. ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذه في فلسفة معاني الغدير، بس أنا أذكرها ذكر. يوم الغدير هو أعظم، كلام الإمام مو كلامي، يوم الغدير هو أعظم الأعياد، وما بعث الله نبيا إلا وأمره بالاحتفال بهذا اليوم، فهو يوم إكمال الدين وتمام نعمة. الكافي الجزء الأول صفحة 289. رواية الإمام الرضا صلوات الله عليه: والله هذه المشكلة، مشكلتنا المعرفة يا أحبتي، مشكلتنا المعرفة. تعرفوا على علي بن أبي طالب، لا يفوز غيركم بتلك المعرفة لعلي بن أبي طالب. معرفة. يقول الإمام: والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته
لصافحتهم الملائكة في كل يوم 10 مرات. أيون أخبار الإمام رضا الجزء الثاني صفحة 37. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب علما لأمتي يهتدون به بعدي. مستدرك الصحيحين على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 109 من المستدرك لهذا الأمر. وفي الختام أقول في هذا الأمر المهم في قضية ماذا هذه البيعة نختم بها، فإننا أيضا لابد أن نبايع إن لم نكن حاضرين وقت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم، ولم نبايعه ولم نجعل يدنا في يد النبي صلى الله عليه بن أبي طالب صلوات الله عليه بتلك البيعة، لا أقل تقدير أن نبايع علي بن أبي طالب ماذا بقلوبنا وبأرواحنا، وكأننا أيضا ماذا نبايع الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أيضا بقلوبنا. فنقول هنالك: لم نحضر يا سيدي يوم الغدير، ولكننا حملنا الغدير، ونسأل الله أن نوفق لحمله وحمل هذه الأمانة العظيمة الكبرى. لم تمتد أيدينا لنبايع أمير المؤمنين جدك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يدا بيد، رغم أننا بايعناه بقلوبنا بأرواحنا بوجودنا بوجداننا. فمتى تأتي لنعيش بيعة الغدير في ظل وجودك يا صاحب العصر والزمان، ونصافح كفك بالبيعة لجدك، فكفك امتداد لكفه صلوات الله عليه. متى يكون عيد الغدير أيضا عيدين، عيد بهذا أيضا إحياء وعيدا بلقائك وبيمنك صلوات الله عليك يا صاحب الزمان يا سيدنا ومولانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن لا يجعله آخر العهد لنا ولكم من إحياء هذه الذكرى، وأن نعيش هذه الذكرى في كل حياتنا وفي كل مفاصل حياتنا إن شاء الله تعالى ببركته صلوات الله وسلامه عليه، وبالنصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكفار والمنافقين، أيد المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض في مغاربها بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وأعزهم بعزك، واحفظهم بحفظك، واحرسهم بحراستك يا رب العالمين. اللهم اهلك أعداء الدين ومن أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم بددهم تبديدا، اللهم لا ترضى عنهم ولا ترضي عنهم عبادك أبدا، وأرنا قدرتك فيهم يا رب العالمين، وأظهر لنا ولي نعمتنا صاحب العصر والزمان ظاهرا نراه ويرانا، وأن نكون ضمن لواء الحمد معه وفي نصرته. اللهم اجعلنا وإياكم من خيرة شيعته وأنصاره وأوليائه وأودائه وأحبائه، والمقوية لدولته وسلطانه، والمتمكنين فيها، والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه مع جملة أوليائه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.